بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. نبتدي الحكاية بإن إحنا مش طرف في اللي بيحصل. انسحاب الزمالك مش انسحاب الزمالك، إحنا ملناش دعوة. إحنا ماشيين بالقانون حاجة كده، والقانون بيدينا حقنا، وماشيين باللوائح واللائحة زي ما اللائحة بتقول، زي ما القانون بيقول. إحنا بنطلب ويتنفذ غصب عن أي حد. ده قانون. شغلة مرتضى منصور دي بتاعت كل فترة. هو مرتضى منصور كده، هو مرتضى منصور بيغلوش على ان هو مفروض ان هو ما يبقاش رئيس نادي. مش مفروض، هو خلاص هو مفروض معزول. وفي قرار في وزارة الشباب والرياضة، بس وزارة الشباب والرياضة مش عاوزة تنفذ. بتقول لك انا منتظر المحكمة الشؤون الإدارية لما تاخد الحكم. منتظرين، خلينا احنا. هي وزاره الشباب والرياضه بتيجي عند مرتضى منصور وبيخافوا منه. المهم ان احنا برضك ملناش دعوه برضك بوزاره الشباب والرياضه ولا اي حد. ما هي كلها بقت زملكاويه دلوقتي. هو مرتضى منصور بيغلوش على الموضوع دوت، وعمل الموضوع ده قبل كده. كان برضك عنده حبه مشاكل، وعمل الموضوع ده قبل كده. يوم ما انسحب بفريق الزمالك وهو هيقابل الاهلي، كان عارف ان الزمالك لما يقابل الاهلي هيقطعه. كان الاهلي حالته حلوه قوي، هيقطعه. هو عارف الكلام ده. فاحنا بنقول ان دي مشكله الزمالك مش مشكلتنا احنا. دي فتره الكهرباء، برضك فتره كهرباء. ان هو بيتكلم، هو بيدخل سبب بس كده، اي سبب، بس الاسباب اللي مش معلنه اللي هو ما يقدرش يعلنها، اللي هي هتبقى في حقه كتيره قوي. واخد بالك؟ اللي هي ان هو ما يقدرش ينسحب عشان خايف من الاهلي. لا، هو انت خايف من الاهلي لان الاهلي كان المره دي كان هيشيلك كتير، وخايف ان هو يطلع بفضيحه زي المره اللي فاتت اما خاف وراح وبعت عيال صغيره في الاتوبيس وقال لهم ده راحوا الحمام وراحوا يجيبوا سندوتشات وراحوا يجيبوا مش عارف ايه، وصل المرور كان واقف، وصل الاتوبيس عطل، وصل الكلام الهفق دوت اللي هو اي كلام، اي كلام في اي كلام. ده اللي بيدير. طبعا الزملكاويه اللي قاعدين اللي عمالين يشحنوا الناس، الجمهور الزملكاوي. الجمهور الزملكاوي فيه لعلمكم يعني، في منه فاهم الموضوع ده قوي، مرتضى منصور بيعمل ايه، ومش راضي عن الانسحاب. يعني الجمهور كتير، انما اللي قاعدين، اللي نايمين في الدوره دوت مش دريانين باي شيء اللي بيحصل. هي موضوع كهرباء من الاول. هو اما كان مشكله كان في لجنه الشكاوى، اللي هي اما قدم شكوى ان كهرباء عمل مش عارف ايه، فراح قدم شكوى. فقام هو شاتم كهرباء، فقام كهرباء رايح مقدم شكوى. فاللجنه استدعت كهرباء، فكهرباء حضر، واستدعته فهو ما حضرش، وشتم اللجنه وشتم المستشار اسمه محمد عبده صالح، شتمه. فقام المستشار مقدم استقاله. فقام اتحاد الكوره قام معين بمزاجه هو طبعا. طب ما هي فاهم ان هي وكاله، مش فاهم ان في قانون، في لائحه. هو بيقول معين لجنه تانية كلها كامله اسمه المستشار عزت كامل عشان يديروا لجنه فض المنازعات. فطبعا الكلام دوت ما ينفعش. انت مش بتشيل واحد مش يتعين بمزاجك، لا، يتعين بانتخابات، انتخابات جمعيه عموميه. انت مش بمزاجك، انت مش قاعد على المصطبه شيلوا فلان هاتوا فلان. لا، عيب كده الكلام دوت. الكلام مفروض ان هو ان لما بيبقى فيه في مجلس الاداره ناس بتفهم في الشؤون الاداريه صح في الاتحاد، ما بيسمحش ويخلي لل ان الاتحاد يقع في المشكله دي. بيقول له لا ده ما ينفعش، ده نعمل كذا. انما للاسف هو ما فيش، هم مجموعه اصحاب وحبايب ولمين نفسهم، يلا يا جدعان نرشح نفسنا، يلا يا جدعان انت موافق تبقى معانا، انت مش عارف ايه هنبقى كلنا مش عارف ايه هنقول ايه. الكلام دوت ما ينفعش طبعا. دي حاجة. هنقول على تاني. كان في، انا اتفرجت على، كان برنامج مهيب، كان جايب كابتن اكرامي وجايب اسامه نبيه وكان مهيب كان متصل بالسياده المستشار اسمه ايه دوت اشرف عبد العزيز المحامي دوت، فبياخدوا رايه في اللائحه.
ايه. وبعدين فبيقولوا لأسامة نبيه بيقولوا انت ايه رأيك ايه رأيك ما بتردش يعني. قال له ما هو انتوا عمالين تغنوا وبتردوا على بعض. منتهى قلة الأدب. اما يكون اكرامي قاعد، اللاعب الكابتن بتاعه لاعب كبير قاعد، ويكون المحامي اشرف عبد العزيز هو اللي بيتكلم، يعني ايه بيغنوا الاتنين بيغنوا وبيردوا على بعض؟ يا جدع عيب، يا جدع في اصول في الكلام. انما الكلام دوت كده ما ينفعش، عيب. لازم تحترم الناس ولازم تحترم الكابتن بتاعك. انت هو اكبر منك لازم تحترمه. لغايه امتى وبس بتطلعوا ده الكابتن بتاعه مش الكابتن؟ انتوا بتضحكوا علينا ومن ورا كده تشتموا في بعض وتهزقوا في بعض. عيب، عيب الكلام دوت. انا لو واحد بيعملها معايا انا مش هسمح له بكده. تاني حاجة كابتن برضك كابتن اسلام الشاطر كان بيطلع، كان طالع وبيتكلم، بيقول لك واحد من اعضاء الاتحاد السابقين كان لاعب قبل كده في الاهلي، كان عمال يحكي ويقول يتحاكى على ان هو معاه مشكله في كهرباء ومتحامل على كهرباء. ما يقول يا كابتن اسلام، ما ياكل في نفسه، هو بيهري ناس بتاكل نفسها من كهرباء. ما تعرفش بتاكل نفسها من كهرباء ليه؟ ايه كهرباء مولع فيكم كلكم كده بالمره ديت؟ ليه كده؟ ليه كلكم مولعين كده؟ في غلط والله، كهرباء غلط ما ياخد جزاءه، بس في الاجراءات القانونيه. ما غلطش ما ياخد حقه بردك يا جدعان. هو في ايه؟ ليه الحقد والسواد اللي عندكم دوت؟ هو الكابتن محمد فضل مش ناسي الكهرباء، المشكله اللي كانت في الملعب يوم ما فاز الاهلي، والمشكله اللي هو وقع فيها واتخانقوا مع بعض وعملوا مع بعض، مش ناسيها طبعا لكابتن كهرباء. فطبعا هو قال لك هو اصطلحوا كده اي كلام قصاد الكاميرا، بس هو لا طبعا ما اصطلحوش قصاد الكاميرا، ده هو في القلب سواد. هو اصطلحوا قصاد الكاميرا بس في القلب سواد. ربنا يديم السواد دوت عليهم، وربنا احنا يعيننا على ان احنا الاشكال ديت بتدخل بيوتنا للاسف، وعيالنا بنشوفها. احنا مش عاوزين نفسنا ان عيالنا ما تشوفهاش، بس هو تلاقيه طالع عليك كده كل فتره وفتره. يعني بنقول الكلام دوت، يعني عيب، عيب الكلام دوت. واللي عمل الكلام دوت ده كابتن مرتضى منصور. هو مرتضى منصور خايف ان الزمالك يشيل شيله بيعتذر بقى ايه ويعمل لها اسباب اللي هي ايه؟ قال لك نجيب كهرباء ايه هو السبب في الليله ديت كلها. واما نشوف هي والناس مش هتتكلم، انما ما يقدرش يقول اصل انا خايف ان الزمالك هيشيل شيله جامده في الماتش ده، لان عارف ان الاهلي مستواه حلو وهو مستواه متدهور خالص. يعني هو هيروح هيتبهدل. ده هو غالب حرس الحدود لسه تعبان، غلبوا 1-0 بالعافيه. كان مش عارفين يعملوا وكانوا هيتغلبوا، بس هو الحظ واقف معاهم يعني. ونقول يعني لغايه كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.